قوة التوبة اليومية. قلب يتجدد ولا يتقسى في زحام الحياة. وبين معاركنا اليومية المتكررة مع الضعف والسقوط، قد يهمس لنا الإحباط بأن التوبة هي مجرد إعلان للهزيمة أو رد فعل خجول على خطأ ارتكبناه. لكن الحقيقة أعمق وأعظم من ذلك بكثير. التوبة ليست لخفة انكسار يائسة، بل هي قوة روحية جبارة، قوة تعيد تشكيل ملامح القلب وتشرع أبواب السماء أمام الروح لتبدأ من جديد. يقول الكتاب في سفر يوئيل: مزقوا قلوبكم لا ثيابكم. هذه الدعوة الإلهية تخبرنا أن التوبة في جوهرها ليست هروبا من ماضينا، بل هي أشجع مواجهة مع أنفسنا أمام نور الله. الإنسان التائب هو إنسان بطل، يرفض البقاء في عتمة السقوط ويختار بشجاعة طريق النور مهما كان شاقا. التوبة ليست حدثا استثنائيا نلجأ إليه في الأزمات الكبرى فقط، بل هي أسلوب حياة. كأنفاسنا نحتاج كل يوم أن نعود، أن نصحح المسار، وأن نقترب خطوة إضافية. وفي كل مرة ينحني فيها القلب بصدق أمام الخالق تحدث المعجزة الصامتة. ثقل يرفع عن الأكتاف، سلام يفوق العقل يسكب في الأعماق، ونور جديد يشرق ليبدد كل يأس. التوبة اليومية هي سر الشباب الروحي، هي الطريق لقلب ينبض بالحياة ولا يشيخ أبداً. الكثيرون يخافون التوبة ظناً أنها وقوف أمام قاضٍ ينتظر العقاب، لكن الله لا يدعونا للتوبة لتخويفنا، بل لأنه يشتاق لعودة أبنائه إلى حضنه الدافئ. التوبة الحقيقية لا تولد من رحم الخوف، بل تنبع من قوة المحبة. هي ليست مجرد دموع نذرفها على ماضٍ انتهى، بل هي اشتياق حارق لما هو آت، لعلاقة أعمق ونقاء أعظم. الخطر الحقيقي الذي يهدد أرواحنا ليس السقوط في حد ذاته، بل الاستمرار في السقوط دون توبة. القلب الذي يتوقف عن التوبة يبدأ بالتبلد، وتتسلل إليه القساوة شيئاً فشيئاً. أما القلب الذي يعتاد التوبة اليومية حتى وإن تعثر مراراً، يظل حياً رقيقاً وحساساً لصوت الله ومستعداً للتغيير. اليوم الله لا يطلب منك أن تغير الكون، يطلب منك فقط أن تعود بقلبك. خذ لحظة الآن، تكلم معه بصراحة تامة، أسقط كل الأقنعة وقل له كل ما يثقل كاهلك. لأن التوبة ليست نهاية قصتك، بل هي أروع بداية لها. فكل يوم تتوب فيه هو يوم يعاد فيه خلق قلبك من جديد.